نعم دكتورنا الآن تفضل. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. تكلمنا في الحلقة الأولى حول من قتل الإمام الحسين عليه السلام. تكلمنا عن أهل الكوفة في ذلك الوقت، وبينا أن أهل الكوفة في ذلك الوقت هم عبارة عن طوائف، في الغالب منهم أنهم من أهل السنة الجماعة وليسوا من الشيعة الروافض، وأثبتنا ذلك بالدليل من خلال أقوال أما العلماء المتأخرين كابن تيمية، أو من خلال من عاصر تلك الفترة الزمنية كأبي إسحاق السبيعي، الذي يشهد أن أهل الكوفة كانوا يفضلون أبو بكر وعمر على أمير المؤمنين، ولا أحد من الشيعة ولا حتى ممن يتهم بالتشيع كان يفضل أبو بكر وعمر على أمير المؤمنين. فإذا ولله الحمد قد بينا ذلك، أن في ذلك الوقت الذي قتل فيه الإمام الحسين كانت الكوفة على مذهب أبي بكر وعمر وعثمان. ثم بعد ذلك بينا أن من كاتب الإمام الحسين عليه السلام، حتى لا يقول القائل من المخالفين من الأسطوانة المشروخة التي لا طالما نسمعها أن الشيعة خذلوا الإمام الحسين، كاتبوه ثم خذلوه. فذكرنا نحن من باب الإلزام لا من باب الالتزام عدد من الذين كاتبوا الإمام الحسين وهم صحابة، كالنعمان بن بشير. قال الطبري في تاريخه أنه أحد كبار الذين كتبوا إلى الإمام الحسين، وكسليمان بن صرد صحابي بالاتفاق. ونحن لا نلتزم أنه خذل الإمام الحسين، ولكن من باب الإلزام كما ذكرت وكما ذكروا هم أنه كاتب الإمام الحسين ثم خذله. وكالمسيب بن النجب وهو صحابي يقولون أنه كاتب الإمام الحسين ثم خذله. بعد ذلك ذكرنا اثنين من المجرمين الذين قاتلوا الإمام الحسين، وأثبتنا أن أحدهما صحابي والآخر تابعي من كبار أئمة أهل السنة والجماعة. ذكرنا الأول وهو عبد الرحمن بن أبي سبرة، الذي كان أميرا في جيش عمر بن سعد على مذحج وأسد، قبيلة مذحج وقبيلة أسد، كان أمير ذلك الفوج من القبيلتين هو عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي وهو صحابي. وذكرنا أحد كبار أئمة أهل السنة وهو تابعي عبد الملك ابن عمير اللخمي القبطي، أو نعم القبطي. وقد قتل هذا الرجل عبد الله ابن يقطر أخو الإمام الحسين من الرضاعة، قتله وذبحه عندما رمي من فوق القصر. جاء هذا المجرم عبد الملك بن عمير وذبحه كما تقول المصادر السنية، وهو من رجال البخاري ومسلم. ذكرنا أن له في البخاري ومسلم فقط أكثر من 70 رواية، أكثر من 70 رواية له في البخاري ومسلم. عبد الملك بن عمير اللخمي، وهو راوي حديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. لا يوجد طريق آخر لهذا الحديث إلا عن طريق هذا الرجل قاتل أخو الإمام الحسين من الرضاعة عبد الله بن بقطر أو يقطر. اليوم إن شاء الله سوف نذكر عدد آخر من هؤلاء المجرمين الذين شاركوا في قتل الإمام الحسين. قبل ذلك نذكر رواية من صحيح البخاري ونقرأ معنى الرواية. في صحيح البخاري يروي البخاري في صحيحه يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم: كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض،
هذا الرجل من جماعة أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر والصحابة، جاء يسأل ويستفتي ابن عمر عن دم البعوض، يقول له دم البعوض نجس أم طاهر، أو دم البعوض كما جاء في بعض الروايات هل يجوز قتل البعوضة للمحرم أو لا يجوز. يعني يستفتي ابن عمر، فقال ممن أنت؟ ابن عمر يسأل الرجل ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وآله. ابن عمر أعلم منكم يا أهل السنة الآن في من قتل الإمام الحسين، فلو كان يدري أو يعلم بأن قتلة الإمام الحسين من الشيعة والعياذ بالله لما اتهم صاحب له تابع له بأنه قاتل للإمام الحسين وجماعة قاتل الإمام الحسين. التفتوا، هذا السائل من جماعة الصحابة، من جماعة أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر والصحابة، جاء يستفتي ابن عمر عن دم البعوض. ابن عمر ماذا أجابه؟ قال انظروا إلى هذا الرجل يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا الإمام الحسين عليه السلام. فلو كان قتلة الإمام الحسين تختلف عن طائفة هذا الرجل، هل كان ابن عمر يزر وازرة وزر أخرى؟ لقال هذا من طائفة لم تشارك في دم الإمام الحسين، لا علاقة له بدم الإمام الحسين، ولكن ابن عمر يدري أن طائفة هذا الرجل هي التي قتلت الإمام الحسين، ولذلك قال انظروا إلى هذا، كأنه يزدري به، يقول انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتل أو قتلوا الإمام الحسين. في مسند أحمد نفس الرواية، أذكرها من مصدر آخر، حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعم شهدت ابن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن محرم قتل ذبابا، فقال يا أهل العراق، يتكلم مع منه؟ مع السائل الذي جاء يسأل ابن عمر، يا أهل العراق تسألوني عن محرم قتل ذبابا وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله هما ريحانتي من الدنيا. إذن هذا السائل من أي طائفة؟ قطعا أنه من أهل السنة. لو كان من أهل الشيعة لذهب إلى أئمة الشيعة يسألهم، لذهب إلى الإمام زين العابدين، أو على الأقل لذهب إلى أصحاب الإمام زين العابدين يسألهم، لا يذهب إلى ابن عمر. وابن عمر لو كان يدري أن هذا الرجل الذي سأله من طائفة تختلف عن الطائفة التي قتلت الإمام الحسين لما اتهمه بأنه من تلك الطائفة التي قتلت الإمام الحسين. فإذا ابن عمر يدري أن الطائفة التي قتلت الإمام الحسين طائفة هذا السائل، وهذا السائل من أي طائفة؟ من طائفة ابن عمر، وابن عمر من أي طائفة؟ مما يسمى أهل سنة الجماعة. جيد. الآن نذكر نخصص الأسماء الذين شاركوا في قتل الإمام الحسين عليه السلام، نذكر بعض الأسماء، وعندما نقدم نحن الدليل ونقول أن قتلة الإمام الحسين من المخالفين، عندما نقدم الدليل ونقول أن قتلة الإمام الحسين من المخالفين، نقدم الدليل الصحيح المتفق على صحته الذي لم يرده أحد من علماء السنة ولم يقل هذا غير صحيح. ليس نحن أصحاب تهريج ودعوات باطلة كالمخالفين، عندما يأتي المخالف الذي لم يطلع على كتاب تاريخ في حياته ويقول قتلة الإمام الحسين هم شيعته، نقول له اذكر لنا شيعي واحد شارك في دم الإمام الحسين، فقط شيعي واحد، دون ذلك خرط القتاد، ونتحداكم أن تثبتوا ذلك، وحتى لو من مصدر غير مسند، شيعي واحد شارك في دم الإمام الحسين، نتحدى ذلك. لكن نحن ماذا نقول؟ ماذا نثبت؟ ماذا نقدم؟ سترون الآن.
سعد بن عبيدة أحد كبار أئمة أهل السنة، يترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء. سعد بن عبيد الصحيح بن عبيدة أبو حمزة السلمي، عين، ذكرنا ما تعني كلمة عين. عين يعني روى له أصحاب الكتب الستة: البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجه. الإمام، شوفوا يا إخوة، شوفوا الثناء على هذا الرجل، وبعدين شوفوا ماذا فعل هذا الرجل. الإمام الثقة أبو حمزة السلمي الكوفي، من علماء الكوفة، وكان زوج ابنة أبي عبد الرحمن السلمي. حدث عن ابن عمر والبراء بن عازب والمستورد بن الأحنف، وعنه زبيد اليامي وإسماعيل السدي ومنصور والأعمش وفطور بن خليفة. مات بعد 100، وثقه النسائي وغيره. مات في الكهولة في حدود سنة 400، ولولا قدم موته لأخرته إلى الطبقة التالية أو الآتية، والله أعلم. سير أعلام النبلاء الجزء 5 الصفحة 9. هذا الرجل له في صحيح البخاري حسب استقرائي أنا، والله أعلم عن الدقة، أنا أخرجت له 22 رواية من صحيح البخاري، ومن صحيح مسلم أخرجت له 16 رواية. لنرى ماذا يقول عنه شعبة بن الحجاج. هذا شعبة بن الحجاج برواية أحمد بن حنبل فيما نقلها عنه ابنه عبد الله. يقول عبد الله: حدثني أبي قال حدثني الحجاج سألت شعبة عن العطاء. شنو معنى العطاء؟ يعني الفلوس التي تدفع من قبل الولاة للمتحدثين أو للمحدثين. سألت شعبة عن العطاء فقال: كل إنسان يحدث عنه إلا قليلا. يقول كل الناس تأخذ العطاء إلا القليل. كانوا في العطاء. كان سعد بن عبيدة مع القوم حين قتل الحسين. ما الذي يريد أن يقول؟ أنا علقت على هذا الكلام، تعليقتي أنا على هذا الكلام. شنو معنى كلامه؟ معنى كلامه كل إنسان يحدث عنه إلا قليلا كانوا في العطاء، أي أن العطاء الذي يحصل عليه بعض المحدثين من قبل ولاة الظلم لا يمنع التحدث عنهم. يعني لا تمتنع أن تحدث عن ناس كانوا يأخذون العطاء. وضرب لهم مثال بسعد بن عبيدة، حيث أنه كان في جيش عمر بن سعد الذي قتل الإمام الحسين من أجل العطاء، وبالرغم من ذلك يؤخذ منه الدين. لاحظتم؟ واضح يا إخوان؟ واضح ولا مو واضح الكلام؟ جيد. نأتي بدليل آخر نثبت أن هذا الرجل كان في الجيش. الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول: عباد بن العوام عن الحسين: أدركت مقتل الحسين فحدثني سعد بن عبيدة. رأيت الحسين وعليه جبة، رماه رجل يقال له عمرو بن خالد الطهوي بسهم، فنظرت إلى السهم في جنبه. كان في جيش عمر بن سعد، ورأى وكان شارك في قتال الإمام الحسين، وهو الآن يشهد على نفسه أنه كان حاضرا في الجيش ورأى مقتل الإمام الحسين. قد يقول قائل: الذهبي متأخر، فأين السند بين الذهبي وبين هذه القصة التي ينقلها الحسين؟ نقول: ذكرها أبو زرعة في تاريخه، أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بالسند المتصل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن الحسين قال: أدركت ذاك، يعني مقتل الحسين، فحدثني سعد بن عبيدة: رأيت الحسين وعليه جبة ورماه رجل يقال له عمرو بن خالد بسهم، فنظرت إلى السهم معلقا بجبته. قال الحسين: وحدثني سعد بن عبيدة قال: إنا
لمستنقعون في الفرات. مع منه؟ مع عمر بن سعد. تبين ماذا يا إخوة؟ يسبح في الفرات مستنقع، يأخذ جولة من الراحة والاستجمام مع عمر بن سعد. إذ أتاه رجل فقال: قد بعث إليك ابن زياد حويز بن بدر التميمي وأمره أن لم تقاتل أن يضرب عنقك فخرج ووثب على فرسه، ثم دعا بسلاحه وهو على فرسه، ثم سار إليهم فقاتلهم حتى قتلهم. قتل الحسين وأصحاب الحسين. يتفاخر، يتباهى. نعم. نعم. فهذا الرجل كما ذكرنا هو من علماء السنة. ذكرت ترجمته، ولا بأس أن أذكر ترجمته مرة أخرى كما ذكرها الذهبي في سير أعلامه. قال: سعد بن عبيد أبو حمزة السلمي، الإمام الثقة الكوفي، من علماء الكوفة. مع أن هذا الرجل كان يحذر منه صاحبه ووالد زوجته أبو عبد الرحمن السلمي، كما يقول على سبيل المثال صاحب كتاب الطبقات الكبرى ابن سعد في طبقاته، يقول: أخبرنا عفان حدثنا حماد حدثنا قال عاصم: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول لنا: لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص، وإياكم وشقيقا وسعد بن عبيدة. قال حماد: ليس بأبي وائل، يعني شقيق مو هو أبو وائل، احنا ليس لنا علاقة الآن بشقيق، نتكلم عن سعد بن عبيدة. إذن تبين الآن أن أحد قتلة الإمام الحسين، أحد الذين كانوا في جيش عمر بن سعد، من كبار أئمة أهل السنة الموثقين عندهم، وثقه الذهبي. نذكر اسم آخر وهو صحابي. هذا الذي ذكرناه سعد بن عبيدة تابعي، لكنه إمام وعالم. الآن نذكر صحابي. الصحابي هذا اسمه أسماء بن خارجة. اسم أسماء اسم رجل، ليس اسم امرأة، الرجل. أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري الأمير أبو هند الفزاري الكوفي، من كبار الأشراف. قلت: ومن أولاده الذهبي يقول: شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة. هذا كلام الذهبي في كتاب الإصابة، حتى نثبت بأنه من الصحابة، لابن حجر. يقول: أسماء بن خارجة بن حصن إلى آخره، مات سنة 60. طبعا كلمة سنة 60 خطأ، لأنه شارك في قتل الإمام الحسين، وإنما كما قال الصحيح أبو حاتم البستي أنه مات سنة 65، حتى لا يستدرك علينا. أسماء بن خارجة من سادات أهل المدينة وجلة التابعين، مات سنة 65. يقول، نرجع إلى كلام ابن حجر: وله 80 سنة. إذا مات سنة 65 وله 80 سنة، إذا ولد قبل الهجرة ب15 سنة، فعلى هذا يكون مولده قبل المبعث. وقال ابن حبان: مات سنة 65، ووافق على مقدار سنه. وقال ابن عبد البر في الكنى في ترجمة أبي العريان: لا يبعد أن يكون صحابيا، لا يبعد أن يكون صحابيا لرواية كبار التابعين عنه. انتهى إلى آخر كلامه. الكلام كامل موجود، من يريد أن يراجع كامل الكلام. هذا الرجل أحد الذين
شاركوا في قتل هاني بن عروة عليه الرحمة والرضوان والسلام. يقول ابن سعد صاحب كتاب الطبقات: أسماء ابن خارجة الفزاري كان عبيد الله بن زياد بعثه وعمرو بن الحجاج الزبيدي إلى هانئ بن عروة فأعطياه العهود والمواثيق، فأقبل معهما حتى دخل على عبيد الله بن زياد فقتله. من الذين قادوا الآن أصحاب الإمام الحسين إلى القتل؟ علماء الشيعة والشيعة أم علماء السنة والصحابة؟ من؟ أين أنتم يا أهل الإنصاف؟ ابن المبرد أو القرط على الكامل لابن المبرد. القرط على الكامل في التاريخ لابن المبرد قرطه علي بن إبراهيم المعروف بسعد الخير، قرط عليه. وإلا الكتاب الأصل لابن المبرد وهو من أعلام القرن الثالث، توفي عام 286 هجرية، من المتقدمين. يعني ماذا يقول؟ كان أسماء بن خارجة ممن يعد في قتلة الحسين رضي الله عنه. أعيد: كان أسماء بن خارجة ممن يعد في قتلة الحسين رضي الله عنه، وكان له بالكوفة عند الشيعة ذكر قبيح. الشيعة يذكرون هذا الرجل بذكر قبيح لما كان من معاونته عبيد الله بن زياد على هانئ بن عروة المرادي حتى قتل، حتى قال فيه القائل في الطويل: فإن كنت لا تدري ما الموت فانظر إلى هانئ في السوق وابن عقيل، أصابهما أمر الأمير فأصبح حديث من يسعى بكل سبيل، أيركب أسماء الهماليج آمنا وقد طلبته مذحج بقتيل. يعني يقول أسماء بن خارجة. البلاذري يذكر كيف أن هذا الرجل كيف تعامل معه المختار الثقفي. يقول: وكان أسماء بن خارجة مستخفيا، فقال المختار ذات يوم وعنده أصحابه: أما ورب الأرض والسماء والضياء والظلماء لينزلن من السماء نارا دهماء أو حمراء أو سحماء فلتحرقن دار أسماء. فأتى الخبر أسماء فقال: سجع أبو إسحاق بنا، ليس على هذا مقام، فخرج هاربا حتى أتى البادية فلم يزل بها ينزل، مرة في بني عبس ومرة في غيرهم حتى قتل المختار. هذا الرجل من الذين استطاعوا الهرب من المختار، لم يقبض عليه المختار، هرب وفر من المختار. إذن هذا الرجل الكبير العظيم الشأن عندهم ممن شارك في قتل الإمام الحسين. ذكرنا ماذا قال عنه الذهبي، وأن ابنه شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد. الآن نذكر رجل ثالث وهو صحابي أو تابعي اختلفوا فيه: الرحيل ابن زهير ابن خيثمة. الرحيل ابن زهير ابن خيثمة ابن زهير ابن خيثمة ابن أبي حمران، وهو جد زهير بن معاوية، قدم على النبي صلى الله عليه وآله في الليلة التي توفي فنزل على أبي بكر. سمعت أبي يقول ذلك. يعني هل هو رأى النبي فيكون صحابيا، أو أنه لم يرى النبي، نزل عند أبي بكر يوم وفاة النبي فلم يرى النبي فيكون تابعي؟ أبو نعيم عده من الصحابة، أبو نعيم الأصبهاني عده من الصحابة. الرحيل الجعفي هاجر هو وسويد بن غفلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في الليلة التي توفي فنزل على أبي بكر. سمعت أبي يقول ذلك، يقول: الرحيل الجعفي هاجر هو وسويد بن غفلة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقدم ورسول الله صلى الله عليه وآله يدفن. عده أبو نعيم من الصحابة. كذلك قال ابن نقطة الحنبلي، كذلك قال ابن الأثير، كذلك قال ابن عساكر. لنرى ماذا فعل هذا المجرم اللعين مع الإمام الحسين.
البلادري في أنسابه يقول: وسلب الحسين ما كان عليه، وسلب الحسين أو وسلب الحسين، لا بأس باللفظين. ما كان عليه ملابس الإمام الحسين، فأخذ قيس بن الأشعث بن قيس، سيأتي فيما بعد القول في هذا الرجل إن شاء الله، قطيفة له وكانت من خز، فسمي قيس قطيفة. وأخذ نعليه رجل من بني أود يقال له الأسود، وأخذ سيفه رجل من بني النهشل ابن دارم. ومال الناس على الورس والحلل والإبل فانتهبوها. وأخذ الرحيل بن زهير الجعفي، وجرير بن مسعود الحضرمي وأسيد بن مالك الحضرمي أكثر تلك الحلل والورس. طبعا الورس للأمانة ما استطعت الوصول إلى المعنى الدقيق لكلمة معنى الورس، هناك اختلاف في المعنى. البعض أدخلها في مواد الصبغ التي تصبغ بها اللحى أو الأطعمة أو الأمور الأخرى. فعلى كل حال نحن لسنا بصدد الآن تعريف لفظ الورس أو الورس أو الورس، وإنما في تبيان حال هذا الرجل الرحيل بن زهير الجعفي، الذي هو يعد صحابي أو 3/4 صحابي، لأنه وصل المدينة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله، والبعض عده صحابي والبعض عده تابعي، لكن بالاتفاق لا أحد من هذه الفرقة يذكره بسوء، وهو قد شارك بقتل الإمام الحسين. لا بأس أن نذكر شيء من مصادر الشيعة. المفيد أعلى الله مقامه في كتابه الاختصاص يقول: وروي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قلت لأبي نعيم الفضل بن الدكين: كان زهير بن معاوية يحرس خشبة زيد بن علي. زهير بن معاوية منه؟ زهير بن معاوية هذا ليس هو الرحيل، هذا زهير ابن الرحيل، زهير بن معاوية ابن الرحيل. قال: نعم، وكان فيه شر من ذلك، وكان جده الرحيل في من قتل الحسين عليه السلام، وكان زهير يختلف إلى قائده يحرس الخشبة، يعني لا خير لا في الجد ولا في الحفيد. الحفيد شارك في قتل زيد، والجد الرحيل شارك في قتل الإمام، مع أن الحفيد يعتبر من العظماء عندهم. اذهبوا إلى ترجمته، الزهير بن معاوية بن الرحيل يعتبر من الكبار العظماء عندهم، وهم يقرون أنه شارك بقتل زيد بن علي. نكتفي اليوم إن شاء الله بذكر هؤلاء 4 أو 3 رجال، وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنواصل بذكر بعض الرجال الذين شاركوا في قتل الإمام الحسين عليه السلام، وهم من المخالفين بالدليل القاطع والبيان الواضح، ليس من باب التجني ولا الافتراء والتعدي بالكذب كما يفعل المخالفون علينا، بل بالحجة والدليل بشهادة علماء أهل السنة. فنتمنى من المخالف أن يراجع عقيدته ويعلم ويعرف من أين يأخذ دينه. هؤلاء الذين ذكرناهم نحن تحاشينا المنبوذين، تحاشينا الشمر عليه اللعنة، وتحاشينا فلان وعلان المنبوذين عند الجميع. تقصدنا أن نأتي بأشخاص أنتم تترضون عنهم كونهم صحابة، أو تأخذون دينكم منهم، كما ذكرنا عبد الملك بن عمير أو سعد بن عبيدة. فإن شاء الله في الحلقة القادمة نذكر مزيد من الأسماء.